السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومبارك عواشركم. يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل بالصحة والهنا وباش ما تبنيتو لكم والعائلة ديالكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم خبيزات ساهلين بلا دلك بلا مجهود بلا عجانه بلا حتى شي حاجه، بطريقه اللي كتكون بسيطه ولكن كيجيو ما بين قريصات وخبيزات غزلان، والاهم ديالهم انهم كيكونوا مفشفشين ويستحقوا انكم تجربوهم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوناش دائما من لايك تعليق الزوينه ديالكم، اللي ما كتوصلوش بالاشعارات تسحبوا الاشتراك وعاودوا اشتركوا باش توصلوا كل جديد كنزل. ندوز دائما تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله بسم الله على بركه الله. عندي هنايا الخميره، واحد 2 معلقات ديال الخميره حيت انا غندير كميه كثيره. 3 معالق ديال السكر حبيبات، 2 بيض البيض والصفر غنخليه باش ندهن هاد الخبيزات او هاد القريصات مليحه. 2 كيسان ديال الحليب وكاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت. صفر البيض كنحتفظ به جانبا يعني حتى كان ان شاء الله ندهن به من بعد هاد الخبيزات ديالي. بالنسبه لهاد الخبيزات البنات ساهلين في الطريقه ديالهم، ما غاديش تعجنوا ما غاديش تدلكوا نهائيا، غير بالمعلقه انكم توجدوهم وما غاديش يعذبوكم نهائيا وكيجيو مفشفشين. عندي هنا 2 كيسان ديال الحليب اللي كيكون دافي. بالنسبه للحليب ضروري انكم تكونوا دفيتوه من قبل. بالنسبه لي انا دفيت غير الحليب والماء درتو بارد حيت الحليب سخنته شويه مزيان، وكاس ديال الماء يعني 3 الكيسان. هنا الخميره الفوريه، بالنسبه للخميره الفوريه تقدروا ديروا هذه، تقدروا ديروا هذيك الطريه يعني المعجونه. انا كنفضل دائما هذه. درت واحد 2 معالق لان قلت لكم عندي كميه كثيره، الا كان عندكم كميه درتو النص ديال هذه الكميه غديروا غير معلقه. 2 بيض ديال البيض. بالنسبه للسكر حبيبات 3 المعلقات كيكونوا كافيين وكيجيو هكا محمرين وما كيجيوش حلوين بزاف. هنا عندي نص كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي مليحه. الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق، واحد القياس معلقه صغيره هكا ديال الملحه. انا دائما كنفضل الملحه الوحيده اللي كنديرها بيديا باش كنتحكم في المقادير ديالها. بالنسبه للدقيق عندي هنا كيلو ديال الدقيق وكنضيف بالتدريج. كنحتاج غير واحد المعلقه هكا ديال الخشب وصافي، وكنخلط هذوك المكونات ومن بعد كنبدا ندير الدقيق بالتدريج، يعني كنخلط وكنزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق راه مغربل، والدقيق نوعيه اللي كتكون خاصه بالحلويات، يعني نوعيه مزيانه يعني من الاحسن باش يجيوكم هاد الخبيزات ديالكم هكا زوينين ويجيو هكا اللون ديالهم بيض، ما كيجيوش الا كان الدقيق غير عادي كيجيو شويه كحلين في الداخل ديالهم. صافي كنضيف دائما الدقيق، هانتوما كما كيبان معكم كنخلط غير بالمعلقه في الاول، من بعد غير غنلم العجينه صافي ونغطيها، يعني ما كتحتاج منا لا مجهود لا عجين لا حتى شي حاجه. هانتوما هاد الطريقه البنات هي اللي كتخلي لكم العجينه ديالكم تدلك. الا كتعجنوا بحال هاد الطريقه هكا هانتوما كما كتشوفوا كنضيف الدقيق مره وكنبقى كنخلط بهذيك المعلقه ديال الخشب، هي اللي كتعطيني داك التدليكه ديال العجين وكيطلق العجينه الخيط ديالها. هانتوما كما كتشوفوا دابا العجينه بدات كتقال شويه. الكميه ديال الدقيق على حسب العجينه، ما خصش تكون قاصحه وما تكونش عاوتاني جاريه كتلصق في اليدين، تكون هكا رطبه وصافي بحال العجينه ديال المسمن، يكونوا ما مقاصحينش وما جارينش. صافي كنستمر هكا، من بعد كما شفتوا كنبدا كنخلط بهذيك المعلقه من التحت للفوق. صافي دابا غنكتفي من الدقيق. هانتوما زدت هاد الكميه غنجمع بها، غير غنلم هاد العجينه ديالي كما غتبان معكم صافي وغنغطيها، يعني ما غاديش نحتاج ندلكها مثلا نهائيا، غير غندخل فيها هاد الكميه ديال الدقيق ونحيد هذيك الكميه اللي كتكون ملصقه هكا في الاناء. صافي هذه هي الطريقه ديال العجين. صافي كما كتبان معكم كنجمعها، غير كنقطع هذاك الدقيق اللي كيكون عندي في الاناء، من بعد كندهنها بشي شويه ديال الزيت هكا ونحيد هذيك العجينه اللي كتكون هكا في اليد ديالي صافي، ونغطي العجينه ديالنا ونخليوها تختمر مزيان. كما شفتوا العجينه ما كتكونش قاصحه وما تكونش عاوتاني رطبه بزاف.
صافي غير غنلمها هكا، نحيد هذيك الكميه ديال العجينه الدقيق ما كيبقاش في الاناء، ومن بعد ان شاء الله غنغطيها ونخليها ان شاء الله حتى كتختمر. هانتوما كيما شفتوا غسلت يديا، رجعت ليها غير غنلمها هكا باش ما حيت بحال كانت كتلصق ليا في اليد ديالي بزاف، راه ما دلكتهاش البنات نهائيا. هذه هي الطريقه ديال العجينه ديالها. دابا ان شاء الله غندير لا بلاستيك غذائي وغنغطيها ونحط عليها واحد الزويف هكا من الفوق، نخليها ان شاء الله حتى كيختمروا هاد الخبيزات. عاد نرجع معكم قد ما خليتوهم يختمروا، يعني كتحصلوا على نتيجه اللي كتكون مزيانه. هنا درت شويه الزيت في واحد الزليلفه كما كتبان معكم، كنحاول نحيد داك البقايا ديال العجينه ما كنخليهاش ما تضيعش، وكنرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، يعني فوق البوطاجي هكا. كنخوي داك العجينه ديالي كما كتشوفوا هانتوما، كنحاول نقرصها على هذا الشكل هكا، وكنطويها هكا باش تجيني هكا العجينه بحال هاد الكنه. هذه هي الطريقه اللي غديروا وغتجيكم العجينه هكا اللي كتكون مدلوكه وزوينه. صافي دابا ان شاء الله كنرش دائما شي شويه ديال الدقيق، كندهن يديا بالزيت وكنبدا كنقطع هذوك الكويرات على حسب الحجم اللي بيتوهم كبار بيتوهم صغار، نتوما هنا كتحكموا في الكميه. المهم غنديرهم انا متوسطين الحجم ديالهم، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش عاوتاني صغار. صافي حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي بالتقطاع، من بعد كنحاول نقادهم كاملين على هذا الشكل هذا، يكونوا حجم واحد باش كيجيوني مستويين. واخا بلا ميزان البنات غتشدوا العبار غير هكا بيديكم راه كيجيوكم حجم واحد، يعني ماشي ضروري كاع الميزان. صافي كنستمر هكا يعني حتى كنكمل الكميه كلها. من بعد ما كنكملهم كنحطهم هكا في الطاوه ديالهم ديريكت، كنحطهم في الطاوه، وضروري ان كنبعد وحده من وحده لان مازال غنقرصوهم ومني كيختمروا راه كيضاعف الحجم ديالهم. هانتوما بالنسبه للطاوه هانتوما فرشتها بالورق ديال الزبده، اللي ما متوفرش عنده غيدير يدهنها ويحطهم مباشره. هنايا كندهن دائما يديا بشي شويه ديال الزيت باش ما يتلصقوش. قدرتوا تقرصوهم فوق البوطاجي وعاد تحطوهم ممكن، انا قرصتهم غير هنايا. بالنسبه للتقراص هانتوما حاولوا ترققوهم شويه لان مازال كيختمروا، كيضاعف الحجم ديالهم لان العجينه فيها غير الدقيق الابيض، يعني كيخمروا مازال. صافي كنستمر هكا بالتقراص حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. وبالنسبه منين نقرصوهم غنزينوهم قبل ما نطيبوه. هنايا البنات هانتوما كنحتاج هذه ديال باش كنهزوا الحلوى ولا موس اللي عندكم. صافي كندير هذوك الخطوط هكا، ومن بعد كندير هذوك معاكس في الطرف المعاكس، تقدروا ديروهم هكا باش يجيوكم داك المثلثات مقادين. صافي كنستمر هكا يعني كنزين الخبيزات ديالي على هذا الشكل هذا، كيعطيهم هذا الزين واحد الجماليه زوينه. هانتوما كنحاول دائما نميل يديا شي شويه حيت ما مساعدانيش البوطاجي صغير مع الكاميرا، كنخاف لا نطيحها. صافي كنزينهم كاملين بنفس الطريقه. دابا ان شاء الله غنغطيهم بواحد المنديل، خليتهم حتى اختمروا مزيان. هنا عندي 2 معلقات ديال الحليب، شويه ديال نيسكافي، واحد راس معلقه، وهذوك 2 صفار ديال البيض، يعني كنخلطهم هكا مزيان. صافي وكنبدا كندهن هذوك الخبيزات ديالي او القريصات ديالي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطياب ديال الفران، انا بالنسبه للفران طيبته ديال الغاز ماشي ديال الضوء. شعلته حتى هو من الفوق ومن التحت وعلى عافيه اللي كتكون متوسطه، يعني ما مجهدش. هنا بالنسبه لهاد الحبوب هادو باش زينت، المهم عندي هنايا الشوفان، عندي شويه ديال هذيك الزريعه ديال الماكله، عندي زريعه الكتان، شويه الجلجلان، حبوب الشيه. المهم كنكون مخلطاهم في واحد الطويصه هكا وكنزين بهم هذوك الخبيزات ديالي. كيما شفتوا دخلت الخبيزات ديالي طابوا في الفران، ومن بعد ما خرجتهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما راه تبارك الله محمرين البنات بحال طيبتهم في الفران ديال الذره، غير الفران ديال الغاز كما قلت لكم. بالنسبه للفران راه مشعلاه من الفوق ومن التحت على عافيه متوسطه، يعني مهيله، اقل من مهيله بشويه. صافي وكيطيبوا في مره واحده. هانتوما كلهم محمرين من التحت ومن الفوق، وهالشكل النهائي ديالهم نقدم لكم الصحه والراحه. الى عجبكم دائما الفيديو ما تنساوناش من داك لي لايك ديالكم، التعاليق الزوينه ديالكم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه والتوفيق.